حصوات الكلى بتتكون ازاي؟ معاكم دكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والأنثى. هنتكلم النهاردة عن حصوات الكلى باستفاضة أكتر شوية. الأول لازم نعرف إيه هي حصوات الكلى. عبارة عن تكون بعض الأملاح اللي بتترسب جوه الجهاز البولي جوه الكلية، كؤوس أو حوض الكلى، نتيجة وجود بعض الأملاح اللي بتترسب تكون بلورات، والبلورات بتترسب تكون رمل، الرمل بيترسب يكون حصوات من احجام مختلفه ومن انواع مختلفه. ايه اكتر انواع الكومن في الحصوات الكلى؟ عندنا حصوات الكالسيوم، حصوات حمض البوليك، حصوات الاستروفايت او الحصوات الملتهبه، وحصوات السيستاين اللي مرتبطه ببعض الامراض الوراثيه. حصوات الكالسيوم او الكالسيوم اوكزاليت دي اكتر الحصوات شيوعا في حصوات الكلى نتيجه ترسيب املاح اوكزالات الكالسيوم، وهي اساسا بتبقى نتيجه بعض الاملاح اللي موجوده في بعض انواع الاكل. حصوات حمض البوليك برضو ليها علاقه بالاكل، بس برضو ليها علاقه بمرض النقرس في بعض الناس. حصوات الاستروفايت او الحصوات الملتهبه زي ما قلنا بتتكون نتيجه الالتهابات المتكرره في الجهاز البولي وخصوصا في الكلى، فتكون الالتهابات دي بيؤدي لتكون نواه من بعض البكتيريا والاملاح مع بعض، بتؤدي لتكون حصوات كبيره جدا وصعبه في علاجها اللي هي حصوات الاستروفايت. بالنسبة لحصوات السيستاين دي بتبقى مرتبطة بمرض السيستينوريا، وده مرض وراثي بيؤدي لتكون حصوات كبيرة جدا وسريعة جدا في تكونها، وبتحتاج لعلاجها بأسلوب معين وخاص في العلاج. ايه الأعراض اللي بيها أشك إن أنا عندي حصوة في الكلى؟ بتبدأ من أول آلام خفيفة في الجنب لغاية المغص الكلوي، ممكن دم في البول، حرقان في البول، آلام في بعض الناس بتسمع من الجنب لغاية أسفل البطن. ممكن لو الحصوات كبيرة ومتكررة التكون يحصل مشاكل في وظائف الكلى، فبالتالي ممكن يحصل أعراض نتيجة ارتفاع وظائف الكلى. طب إيه الأسباب الرئيسية لزيادة تكون الحصوات؟ أول حاجة قلة شرب المية أو زيادة نسبة الأملاح في الأكل، بعض الأمراض زي ما قلنا السيستينوريا، بعض الأنظمة الغذائية زي اتباع دايت أو أسلوب لخفض الوزن بيبقى مرتبط شوية بقلة شرب السوائل أو زيادة بعض الأملاح في الجسم. في بعض الأدوية برضو ممكن تكون مرتبطة بتكون بعض أنواع الحصوات. وزي ما قلنا أهم الأعراض اللي اتكلمنا عنها بالنسبة للحصوات الكلى، وطبقا لهذه الأعراض أو لو عندنا حاجة من اللي اتكلمنا فيها بالنسبة لمشاكل الأدوية أو مشاكل وراثية أو مشاكل مرتبطة بآلام أو أعراض الحصوات الكلى، يفضل ان احنا ناخد رأي دكتور مسالك بولية في وسائل العلاج المتاحة للحصوات الكلى. بتبدأ من اول وسائل تحفظية او بعض الادوية لغاية بعض المناظير اللي بتستخدم سواء عن طريق مجرى البول او عن طريق الجنب زي مناظير الكلى او مناظير تفتيت الحصوات المرنة بالليزر او وسائل اخرى. شكرا. كان معكم دكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وامراض الذكورة والأنثى.